السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بالمتابعين. واجد اللي يطلبوا طريقة عمل الحمص فرصة. اليوم في مشوي عند ابو صالح الشدوخي، يبي مشوي سمك وطالب الحمص، ومعروف ان المشاوي تقدم معها الحمص والمتبل والتبول والسلطات. تقريبا هذا اللي باع بالسوق العلب، علبة يعني تقريبا كيلو، وعندنا تقريبا 6 حبات اللي هو ثلج، و4 ملاعق زبادي وثوم، 6-7 حبات لأن الكيلو يبي واجد. وعندنا الطحين، هذه طحينة، وهذا المستخدمة للزينة، وهذا الخلاط، هذا الكاس حق الخلاط. خليكم معنا بنكمل لكم باقي المقادير، اللي هو حبة كاملة ليمون طازج معصور، وعندنا ملح، مسح الملعقة الصغير لأن الكمية عندنا كثير الحمص. وطريقة عمل مسبحة: ملح، ليمون، ثلج، نلغي الزبادي ونلغي الثوم ونكتفي بالطحين والثلج والليمون واللي هو الملح والحمص. هذه مسبحة تختلف عن طريقة الحمص، طبعا هي كلها حمص لكن هذه طريقة ثانية. هذه طريقة ثانية مسبحة، مثل ما قلت لكم: طحينة، ثلج، ليمون، ملح، حمص. هذه مسبحة. حطينا الثلج الحين، طبعا نحط عندنا ماء بارد، لازم كله بارد، نحط ماء بارد عند الحاجة. إذا الحمص ثقيل نخففه بالماء البارد، نخففه يعني يكون على الوزن اللي انتم تبون، إذا تبونه ناعم مرة، إذا تبونه خشن، إذا تبونه وسط. هذا طريقته. حطينا الثلج، نحط الحين الزبادي، ونحط الحين الطحينة 3 ملاعق 4 ملاعق، الطحينة ممتازة، وهذا الملح، وهذا عصير الليمون، وهذا الثوم، نخلطهم مع بعض. لا تأكدنا انه انخلط ننزل عليها الحمص. ونشغل الخلاط عليه. ياخذ وقت بالطحن، ياخذ وقت لأن الكمية كثيرة اللي عندنا، ياخذ وقت طحن. ونوقف الخلاط، بعدين نبدأ نحركه بملعقة. في أشياء تبقى هنا نحركها مثل ما قلت، وفي أشياء تبقى هنا بالملعقة نحركه، بعدين نشغل الخلاط عليه مرة ثانية لما نشوف القوام المطلوب. تشوفون يا متابعين، خلص الحمص، ونصيحة اللي بزينه ياكله بكرة. لا صار متماسك أفضل من يكون ناعم مرة. لا حطيتوه لبكره افضل شيء بالثلاجه. ونقول بالعافيه. الحين بس يحط عليها الزينه وقعد بالثلاجه. طبعا المستعجل يحطوا اقل شيء ساعه ونص، لازم يحط بالبراده عشان يتماسك، ما يكون رخو معكم او يكون سايل. بالنسبه للثلج يا جماعه، الثلج واجد بتجي اسئله على الثلج. الثلج هو اللي يخليه لونه ابيض، الثلج هو اللي يبيض الحمص. لو حطيناه بدون ثلج بيطلع لون الحمص اللي هو الاصفر، زي كذا يطلع لونه اصفر على طبيعته. وهذا السمك ناس سبريم، طبعا لازم ملح، ما ينظف ابد ابد، لا اللي ببطنه ولا الحراشيف ولا شيء ابد، لانه بيوكل اللحم الفوقي، اذا ما يوكل يكب. اسمه سبريم، لان واجد اسئله جتن على يوم اسويه زينه قبل فتره يسالون عن اسمه سبريم، اسم سبريم. وفي انواع كثيره، ترى مو توقفون على هذا، في انواع لا رحتوا على المحلات الاسماك قل له ابي خاص للشوي، ازين لكم. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا اللحم ابيض.
شاء الله. وهكذا طريقة شوي السمك، وهكذا. بسم الله ما شاء الله. هذا السمك، هذه سفرتنا، وبالعافية بالعافية ابو سليمان. الله يعافيك ابو عبد الله. وين الباقيين ما جاوا ويشاركونا؟ يغسلون. يا سلام عليك. طبعا هذا سماق، اللي على الحمص سماق تقدروا تحطون فلفل حمر بدال السماق، فلفل حمر، وتشكلونه على مزاجكم. تشكيلات على الكيف، اللي بيحط على مزاجه التشكيله. تسلم ابو صالح. كافو. هذا معذبنا ابو صالح شدوخي. كافو والله ابو عبد الله.